نعم عبد الرحمن، ما هي توقعات مؤشرات القيم السوقية لمباريات المنتخبات العربية في الدور 32؟ جميل. بالنسبة لمنتخب المغرب، عنده المواجهة الأقوى وربما تكون هي أقوى مواجهات دور ال 32 بمباراة المغرب ومنتخب هولندا. منتخب هولندا وهو ثامن أعلى المنتخبات قيمة سوقية في دور ال 32 ب 754.5 مليون يورو. المنتخب المغربي 447.5 مليون يورو، وهي واحدة من أقوى المواجهات بلا جدال. ومن سوء حظ المنتخب المغربي أنه اصطدم مبكرا بمنتخب هولندا، وده يعني على الرغم من انه ربما تكون لو عدى هذه المباراه تنتظر مباراه اقل حده في دور ال16، هيلاعب الفايز من جنوب افريقيا وكندا. منتخب مصر ربما يكون هو الاعلى حظا بين المنتخبات العربيه في دور ال 32 بمواجهه منتخب استراليا. منتخب مصر هو المنتخب الوحيد بين المنتخبات العربيه اللي بيتفوق على منافسه في القيم السوقيه. منتخب مصر 116.5 مليون يورو، منتخب استراليا 77.5 مليون يورو. وبالتالي منتخب مصر ربما يمتلك حظوظ كبيره جدا لعبور دور ال 32 الى دور ال16، لكنه هيكون في انتظاره منتخب الارجنتين حال نجاحه في هذا الدور اللي هيلاعب الراس الاخضر. لكن منتخب الجزائر هو الآخر، حظوظه جيدة جدا في مواجهة منتخب سويسرا. ربما القيم السوقية بتشير إلى تفوق المنتخب السويسري 332.5 مليون يورو قياسا بمنتخب الجزائر 257 مليون يورو، ولكن فرص منتخب الجزائر موجودة وقوية. وبالتالي كل المنتخبات على أرض الملعب لها حظوظها، لكن الأرقام بتدي منتخب مصر قوة أكبر في عبور دور ال 32.